ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ قوم يا استاذ في قومي يا بنت انت، قومي. ايه الاشكال يا دي؟ استاذ في ايه؟ انا استاذ مزيكا قال لي ان انا اجي عشان احضر الاجتماع يا استاذ. اجتماع يا بتاع انت بتاعت امن بره، تقفي بره على الباب بس. انت هنا حضرتك جامع المديرين الشخصيات المهمه اللي في الكافيه. طب مش انا انت. مالي؟ استاذ مزيكا قال لي ايه ان ده؟ انا قوم، اجي اقعد قوم، على فكره، قوم. قال لي تعالي اقعدي هنا قوم. في ايه؟ هو انا ريحتي وحشه؟ واشرب البروسول ليه؟ وايه الشبشب احط لك المعفن طبق ده؟ الرسول احلى. ايه القذاره اللي انت فيها دي؟ ايه الاشكال اللي جايه تقعد معانا دي يا جدعان؟ ايه القرف ده؟ هو انت بتسخر مني علشان انا غلبانه؟ يا ست مش يعني؟ بسخر ولا غيره، بس مش اشكال تقعد مع المديرين والناس المهمه اللي في الكافيه. بقول لك ايه، بص لي هنا دلوقتي. انت فرد امن وما تعرفيش ان المكان ده بتاع المديرين اللي هم احنا. انا عايز اقول لك على حاجه، انت ريحه رجلك موتتني، انا مش عايز اشوف وشك اصلا. وبعدين الاجتماع بتاع المديرين ازاي فرد امن اصلا يخش هنا؟ بس يا جماعه خلاص، خليكم انتوا قاعدين وانا هقف هنا. يا ريت يعني. ايه القرف ده؟ ازيكم يا حضرات، عاملين ايه؟ طبعا النهارده انتوا عارفين انتوا متجمعين عشان خاطر في حوار مهم بسبب الكافيه، وانا جمعتكم النهارده عشان اقول لكم على الحوار دوت. غريبه يا هدى، انت ايه اللي موقفك؟ ما تقعدي. حاضر يا استاذ مزيكا، حاضر. كاتك القرف، ريحه رجلك معفنه. طبعا انتوا عارفين ان الكافيه دوت ياما شالنا، وكمان عارفين ان هو فاتح لنا بيوتنا، بس معلش جه يوم الخساره، الكافيه اتحجز عليه وعلينا مديونيه كبيره، ولازم نسد المديونيه ديت في اسرع وقت، فحجزوا على الكافيه بس ادونا مهله شهرين. يعني انتوا حضرات هتشتغلوا الشهرين دولت من غير ما تاخدوا اي فلوس. كل اللي عنده رأي يقول، وانا مش هعارضكم. اللي عايز ياخد قبض الشهر دوت هديهوله ويتفضل يمشي، اللي مش عايز ياخد قبض الشهر دوت ويصبر الشهر الجاي يشتغل زي ما هو. جزاك الله كل خير، مش هغصب حد على حاجه. ايه رايك يا استاذ اسلام؟ طيب انا بره عني الكلام ده، انا هبقى تديني قبض الشهر بتاعي وانا اتوكل على الله، وانت شوف ده موضوعك ده مع نفسك بقى. قبض الشهر بتاعي ما كانش العشاء مع عم اسلام، انت كنت كل ما بتيجي تقول لي عايز سلفه بديلك، بس يا عم عداك العيب، هتاخد قبض الشهر بتاعك وتتكل على الله. وانت رايك ايه يا هشام؟ لا يا استاذ مزيكا، اسمع بقى اللي انا بقول لك عليه. مديونيه دي مش بتاعتي انا معاك في الحلو بس، لكن الوحش ما اقدرش ابقى معاك فيه. احب اقول لك سلام. ما كانش العشم برضك يا هشام يا جدع، ده انت كنت كل ما بتقول لي زودني بزودك، كل ما بتقول لي قبضني بقبضك قبل الموظفين كلهم اللي شغالين في الكافيه. بس يا عم ماشي، هتاخد قبض الشهر بتاعك تالت ومتلت وتتكل على الله. وانت يا مصري عايز اسمع رايك، هتسيب الشهر ده وتصبر الشهر الجاي والشهر اللي بعده تبدا تقبض، ولا هتعمل زيهم؟ لا يا باشا، انا داخل على جواز، مش هضحي بالقبض بتاعي. انا عايز القبض بتاعي بتاع الشهر ده، اتوكل على الله امشي. ماشي يا مصري، الف مبروك يا عم مقدما، وقبضك هتاخده وهتتكل على الله. وانت يا هدى رايك يا فرد الامن انت رخر، هتكملي معايا ولا هتتكلي على الله؟ انا يا استاذ مزيكا؟ لا يا استاذ مزيكا، ده انا حتى فرحت لما قعدتني في وسط البهوات. يعني انت رديت لي روحي. انا ما ينفعش اسيبك. انا اول ما ابتديت من 5 سنين كنت باخد 2000 جنيه، والنهارده باخد 5. لو رحت في اي حته تانية لسه هبتدي من اول وجديد. انا معاك لو السنه دي كلها، لو السنه كلها مش هاخد مرتب، انا معاك لحد ما المكان ده يقف يا استاذ مزيكا. انا معاك مش هسيبك. ياه، يعني هشام والمصري واسلام اللي هم كانوا كل يوم شهرهم بيزيد الضعف، اللي هم لو كانوا عازوا عينيا كنت اديهولهم، يقولوا لي لا مش هنقف معاك. وفرد الامن الغلبانه اللي كنت بزودها 100 200 جنيه في الشهر، هي اللي مضحيه بشغلها كله عشان الكافيه تاني يرجع. بس عادي، احب اقول لكم يا اساتذه ان ده كان اختبار. ايه؟ اختبار؟ ايوه اختبار. عارفين ليه؟ عشان خاطر انتوا ما تستاهلوش في المكان اللي انتوا فيه دوت، واللي انتوا ما تعرفوش بقى. وعايز اعرفه لكم ان مزيكا اللي راسم عليكم دور المدير طول السنه مش هو المدير. المدير
فرد الامن اللي قاعده جنبيكم دي هي صاحبه الكافيه. ايه المعفنه الجربانه دي صاحبه المكان؟ ام شبشب دي. ياه ده انا دماغي لفت من كتر ريحه رجلي. ازاي؟ مش عارف. ايوه انا صاحبه المكان، وعلى فكره كلكم مرفوضين